مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ هنعمل النهاردة الكابتشينو بأشكال مختلفة. هنقول بقى ولا كاستا كافيه ولا ستاربكس، هنعمل أشكال مختلفة وانت في بيتك ويتاكل كده مع الكوكيز وفي الفطار الصبح، وحاجة ظريفة وأشكال مختلفة. لو أول مرة تشوفوني أنا فايزة عبد الله، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. وهنبدأ دلوقتي مع بعض. معانا المكون الأساسي اللي هو النسكافيه. هنحط المكونات كلها قد بعض. مع النسكافيه اللي هو الجولد، حطيت الطبق دون هو حوالي 4 معالق، 4 معالق نسكافيه، 4 معالق سكر، 4 معالق ميه سخنه. هنضربهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده بالخلاط لغاية لما اللون يفتحها قوي، وممكن تضربيه بمضرب اليد بس هياخد وقت شوية معاكي. هنبدأ أول حاجة هنعملها اللي هو الكابتشينو العادي. هنحط اللبن الساخن، هنسيب الربع الأخير من الكوباية، هنحط عليها 3 معالق من الفوم اللي هو ضربناه. بصوا ال4 معالق عملوا كمية كبيرة، فاحنا هنحط على الكوباية في الربع الأخير اللي هو نكمل الربع بالفوم اللي احنا عملناه زي ما احنا شايفين ده كده، اللي هو أول صنف اللي هو الكابتشينو العادي. هنعمل تاني حاجة اللي هي الموكا. هناخد 3 معالق صغيرين، هحط عليهم معلقة كاكاو وهقلبهم كده بالمعلقة، وبعدين هحط برضو اللبن الساخن وهنسيب الربع كده من الكوباية، وبعدين هجيب اللي انا ضربتهم بره كده مع الكاكاو اللي هو الموكا، هحطه في الربع الاخير، هكمل بيه كده الكوباية زي ما احنا شايفين كده. هحط بقى هعمل الصنف اللي هو التالت. في ناس ما بتشربش اللبن، هنعمل لهم برضو اللي هو السادة. هحط 3 معالق كده في قاع الكوباية، وبعدين هكمل بالمية السخنة ده اللي هو السادة ده كده التالت. هنعمل الرابع اللي هو الايس كافي. هنحط التلج 4 مكعبات كده تلج، وهعمل كده اشكال كده بالصوص الشوكليت والكراميل في الجناب، بس هي الحتة دي الحقيقة ما جاتش وانا بعملهم. وبعدين هحط لبن يكون ساقع طبعا على التلج، وهخلي الربع الاخير هكمله بقى كده بالكافيه اللي احنا ضربناه. وبعدين هعمل كده شكل كده شيك كده بالصوص الشوكليت والكراميل زي ما احنا شايفين كده. ايه رأيكم بقى في ال4 اشكال المختلفة الحلوة؟ شكل جميل وشيك وطعم حلو، وبتعمليه وانتي في بيتك. ولو جربتوه وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.